يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي بتفرج بالليل. اهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد. والفيديو ده هتكلم فيه عن نفسي وعن حالتي المزاجية وعن الحاجات اللي انا مرت عليا في حياتي وعشتها وشفتها، ووجهة نظري ورأيي في نفسي وفي تركيبتي والحالة اللي انا بمر بيها دلوقتي. طبعا انتم مستغربين ان انا شكلي بدقن وطلع يعني شكل غريب شوية. بصراحة انا يعني متعمد ان انا اطلع بالشكل ده. بامكاني عادي جدا ان انا اقوم احلق دقني وببساطة خالص ويطلع شكلي جميل ولذيذ ويعني تشوفوني بالشكل اللي انتوا معتاد او الماين ستريم الناس معتادة ان هي تشوفه لاي شخص بيطلع على يوتيوب، يطلع حالق دقنه حالق شنبه حالق شعره حالق علشان يبقى بشكل او مظهر جذاب يخلي الناس تشوفه، مش مجرد ان هو بس طالع على طبيعته وطالع على سجيته ان هو يعبر بالشكل اللي هو عايزه. وده بالظبط اللي انا عايزه اطلع بيه، اللي انا اطلع بالشكل اللي انا عايزه ايا كان ايه هو ازاي عامل ازاي، بالشكل اللي انا شايفه بالنسبه لي جذاب او بالنسبه لي مريح، او شايفه ان انا اقدر اتكلم على راحتي وعلى سجيتي معاكم في الفيديو ده. كنت قررت ان انا اقعد امد فترة بعيدة عن كل فيديو علشان الموضوع ما يبقاش ممل، وعلشان ان انا ما بقاش يعني بعمل فيديوهات وخلاص، او بعمل فيديوهات واهميتها الكبرى ما تبقاش بشكل كبير، وفي نفس الوقت برضو علشان اعيش اكتر، ما يبقاش كله فيديوهات. يعني فاهمين قصدي؟ مش المفروض ان الواحد يعيش حياته يعمل فيديوهات بس، المفروض ان هو يعيش ويجرب ويشوف ويتعايش ويعيش ويمارس حياته وهي طبيعية. يعني مش لازم الفيديو ده هو اللي يكون تأثيره بشكل كبير عليه ان هو يفضل تركيزه كله يبقى على الفيديوهات بس. فاهمين قصدي؟ لا، يبقى يعيش حياته ويتطور وينمو ويكبر ويحس ان هو مختلف. وفي نفس الوقت علشان الفيديو هيفصل هنا، فممكن يفصل في اي لحظة، بس انا مستمر يعني معاكم فيه. خلينا لحد كده واكمل معاكم كمان شوية. طيب اكمل لكم وانا مش عارف بالظبط انا وقفت حد فين، بس فاكر ان انا قلت واحد يتعايش وينمو ويكبر ويشعر بعد كده علشان الواحد يقدر يقدم حاجة جديدة. فاهمين قصدي؟ الحاجة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها على مدار حياتي واللي انا عشته وشفته، يعني دايما بكون عايز يكون ليا تأثير قوي او تأثير كبير مؤثر. فاهمين قصدي؟ علشان احس برضا نفسي ورضا ذاتي عن نفسي وعن مكانتي الشخصية وسط الناس. فده لما انا قاعد كده، كنت قاعد من شوية قاعد بدور في زمان لما كنت براب بعمل مزيكا والكلام ده كله، فلقيت نفسي ان انا برغم شهرتي، برغم الناس عارفاني والكلام ده،
ولكن ماليش تأثير ملموس او تأثير كبير زي ما انا كنت عايز. فاهمين قصدي؟ فده اللي انا بحاول اعمله في موضوع الفيديوهات ده. يعني انا الموضوع ده اللي انا فقدته، واللي انا من شوية ما اشوف كده ناس بتتكلم عني، ناس لسه فاكراني، فلقيت الموضوع يعني موضوع صعب صراحة. يعني الناس لسه، يعني الناس قصدي مش فاكراني قوي. فالموضوع بالنسبة لي مؤثر في دماغي ومؤثر فيا، ان انا ازاي بعد الفترة دي كلها وبعد اللي انا عملته في الراب، ان انا مفيش حد بيجيب سيرتي، مفيش حد بيتكلم عني، مفيش حد بيقول عني كلام كويس، برغم اللي انا قدمته في الراب، واللي انا قدمته من وقت وزمن وحبي لهذه الموسيقى. فاهمين قصدي؟ فانا من خلال الفيديوهات دي بقى، الفيديوهات اللي انا بعملها، عايز اكون عندي عقلية او عندي فكرة ان انا يكون ليا تأثير كبير وتأثير مؤثر ملموس محسوس، علشان اقدر اكون راضي عن نفسي واكون قادر ان انا اعمل كده. تمام كده؟ فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي الفترة اللي انا فيها دلوقتي دي بحس ان هي ايام بحاجة الى شيء. فاهمين قصدي؟ بحاجة الى شيء، بحاجة الى شيء مختلف، شيء جديد، شيء ما اتعملش قبل كده، شيء يعني شيء جديد. فاهمين قصدي؟ ايام بحاجة الى شيء، بحاجة. فاهمين قصدي؟ بحاجة الى شيء. فاهمين قصدي؟ ايام هادية مفيهاش صخب، ناس في مدارس، في كليات، ويروح شغله ويرجع من شغله والكلام ده كله. حس ان هي ايام هادية شوية. وعموما الشتاء بيعتمد على ان انت تبقى شخص هادي واهدى عن الصيف. الصيف بيبقى فيه حركة اكتر، وعايز تعمل يعني جهد اكتر، مواقف اكتر، حاجات كده اكتر، مقارنة بالشتاء. الشتاء الموضوع يبقى هادي وراكز راكد والشتوي عن الصيف، وعن الحالة اللي بنعيشها في الصيف عن الشتاء. يعني فاهمين قصدي؟ وفي نفس الوقت برضو ان انا متضايق عشان انا مش بنتج شيء جديد، مش بنتج. فاهمين قصدي؟ انا متضايق الفترة دي، برضو مش متضايق الفترة دي، انا بس النهاردة اتضايقت شوية ان انا بقالي فترة ما عملتش فيديو، ما عملتش فيديوهات، فحسيت ان انا متضايق شوية. ودي الحاجة اللي هي بتعود عليا بالنفع، وبتعود عليا بحالة مزاجية، وبتديني دوبامين كويس، وبقدر من خلالها ان انا احس ان انا شخص على قيد الحياة. موضوع كبير. فاهمين قصدي؟ فدي قصة. يعني حاجة كمان عايز اتكلم فيها، وهي ان احنا كاشخاص وكبني ادمين بندور على الاشخاص والبني ادمين اللي هم عندهم نفس التفكير، نفس التفكير. فاهمين قصدي؟ يعني الناس عادة بتدور على الاشخاص اللي هم عندهم نفس التفكير. فانا يعني لان لو انت مش عندك اشخاص عندهم نفس التفكير بتاعك، بتحس بوحدة وعزلة فكرية، وده بيكون صعب جدا، ويكون مؤثر جدا على عقلية الشخص، وعلى دماغه، على أفكاره، وعلى حياته، وعلى ممارسته لحياته اليومية اللي بيعيشها
كل يوم. فمننا يعني الواحد مننا بحاجة إلى أشخاص عندهم نفس التفكير. فمين قصدي؟ فأنا من خلال الفيديو ده عادة لما بعمل فيديو بكون بعبر، بفضفض، بخرج، بقول اللي جوايا واللي في دماغي علشان احس بتوازن واحس ان انا شخص احسن وشخص افضل عن الشخص اللي انا عليه قبل كده. ده ببساطة الفترة دي وعن اليومين اللي فاتوا. وانا يعني متضايقوش لو انا مثلا طالع كده، لا بالعكس، افرحوا وانبسطوا واستمتعوا، لان الواحد الحياة مش عايشها غير مرة واحدة، وهيعيشها بالطريقة اللي هو عايزها وشايفها من وجهة نظره ورأيه بدماغه. بس كده، شكرا لكم، وكان معكم وائل حامد. اشوفكم على خير، اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله، ومع السلامة.